السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنكمل ما بدأناه حول محاضرة الأدب الإفريقي. اليوم سنكمل هذا الأدب الذي يعتبر أدبا إشكاليا بالنسبة لبعض من الدارسين. هذا الأدب الذي أثبت وجوده على الساحة الأدبية والعالمية بالدرجة الأولى، خصوصا بعد فوز رواية سودانية تعتبر من الأدب الإفريقي بأهم جائزة عالمية. سنحدد أولا مصطلح الأدب الإفريقي. أهو الأدب الإفريقي أم الأدب الزنجي، أم أدب العالم الثالث، أم الأدب الخليط؟ لأن الأفارقة معروف أنهم كانت إفريقيا كانت تحت وطأة الاستعمار. كل دولة أخذت لغة الدولة الاستعمارية التي كانت تحتلها. لذلك سنحاول في عجالة. الأدب الإفريقي هو من المواضيع طبعا المهمة التي أثارت الكثير من الجدل، خصوصا هو الأدب الخاص بالقارة الإفريقية فقط، خاصة ظل التنوع الثقافي واللغوي الكبير لهذه القارة. أهو الأدب الذي ينتجه الأفارقة بغض النظر عن اللغة التي يكتبون بها، أم هو الأدب المكتوب باللغة الإفريقية الأصلية، وأهم شيء أم يشترط أن يعالج قضايا إفريقية خاصة، من بينها إشكالية الكتابة، أيضا التمييز العنصري خصوصا في هذه الدول، والأهم إشكالية اللغة. المعروف بأن الأدب الإفريقي لديه تعدد لغوي ثقافي، خاصة أن إفريقيا قارة غنية باللغات، أكثر من 2000 لغة محلية. كثير من الأفارقة والكتاب، خصوصا الأفارقة، يكتبون بالعديد من اللغات، خاصة اللغات الاستعمارية مثل ما حصل في الجزائر. نكتب باللغة، الكثير من الكتاب الجيدين يكتبون باللغة الفرنسية نتيجة الاستعمار طبعا، أيضا اللغة الإنجليزية، اللغة البرتغالية. لما؟ بسبب الاستعمار أولا، وثانيا بسبب غياب النشر والتعليم بلغتهم الأصلية. نعم، لأن أهم شيء فعله الاستعمار في هذه الدول طمس الهوية الوطنية، رغبة في جعلها غير موجودة، وجعل الاحتلال هو المسيطر طبعا. لذلك من هنا نطرح سؤال آخر: هل الأدب الإفريقي هو فقط الأدب المكتوب باللغات الإفريقية، أم يشمل ما يكتب باللغات الأجنبية؟ وربما هنا كان هذا الإشكال أيضا في الأدب الجزائري، حينما قلنا هل الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية تندرج ضمن الأدب الجزائري أم لا، إذا اعتمدنا بأن جنس الكتابة هو لغتها طبعا. أيضا التأثير الاستعمار الأوروبي ترك بصمات، لا نقول بصمة قوية، على الهوية الثقافية في إفريقيا، لأنه حاول طمسها، حاول أن يفعل ما فعله الأمريكان بالهنود الحمر. أيضا الأدب هو المكتوب باللغات الاستعمارية يعكس دائما هذا الأدب الإفريقي؟ صراع الهوية، البحث عن الذات، إنسان تائه، إنسان عبثي، إنسان لا يحدد مكانه أين في هذه القارة. أيضا عمل مفكرون الذين كتبوا في تلك الحقبة بأن الكتابة بلغة المستعمر هي نوع من السلاح،
وهذا ما وجدناه أيضا في الجزائر، بأن اللغة الفرنسية غنيمة حرب مثل ما قال كاتب ياسين. طبعا أيضا تمثل اللغة عند البعض بأنها ماذا تبعية فكرية، رغم أن البعض الآخر يجدها وسيلة للخروج للعالمية، لماذا؟ لنقل الهم الإفريقي للعالم الآخر، لماذا؟ أيضا ماذا؟ هي نافذة ليكتشف الآخر الكاتب الإفريقي بطريقة مغايرة تماما. أيضا نعود إلى إشكالية أخرى، الأدب الشفوي مقابل الأدب المكتوب. معروف بأن إفريقيا لديها الكثير كما قلت من اللغات، الكثير من القبائل، فكان أدبها شفويا بدرجة كبيرة، لكن همش ولم يجد دارسين لهذا الأدب، فلذلك فقط سلط الضوء على الدراسات الأكاديمية فقط، وأيضا بعض الكتاب الذين حاولوا الوصول للعالمية بإيصال فكرهم وقلمهم وأفكارهم وأدبهم. أما أهم القضايا التي عالجها الأدب الإفريقي، عالج الهوية، الاستعمار، ما بعد الاستعمار، عالج الحالة الاجتماعية لهذا المجتمع، فقر، أيضا الدين. لا أقصد في الجزائر ولكن باقي الدول الإفريقية، هناك ماذا؟ تحدد الأديان، فوضى، النزعات العرقية، أيضا مشكل المرأة، هذا الكائن الذي أرقهم منذ القدم والتي نجدها أحيانا الحيوان أفضل منها في بعض القبائل الإفريقية. طبعا مشكل الهجرة عند الأفارقة، ماذا؟ القارة الإفريقية معظم شعوبها يرفضونها، وماذا؟ يرون الآخر هو الحرية، هو الحياة، هو الجنة طبعا والنعيم. كل هذه المواضيع شكلت وحدة فكرية رغم تعدد الثقافات، رغم تعدد اللغة، أيضا رغم التعدد اللغوي والجغرافي، إلا أنها كانت أهم القضايا الخاصة التي عالجها المجتمع الإفريقي. ثم ما هي أهم الروايات التي كانت ناجحة إفريقيا ووجدت لها مكانا في العالمية؟ كانت أول رواية طبعا في الأدب الأفريقي من أفضل الروايات، رغم أنها وقتها لم تأخذ جوائز، هي رواية لتشينوا أتشيبي، Things Fall Apart. هذه الرواية التي تكلمت عن انهيار المجتمعات التقليدية الإفريقية تحت وطأة الاستعمار. هذه الرواية التي أصبحت الآن عالمية، تدرس عالميا، تتناول حال الفرد الإفريقي، جاءت كرد على رواية مستر جونسون، هذه الرواية الغربية التي تناولت الرجل الإفريقي بأنه رجل غير صالح، سارق، قاتل لأنها تناولت رجلا إفريقي يعمل لدى الغرب ليدافع طبعا تشينوا أتشيبي عن الرجل أو الفرد الإفريقي، بما أنه أحد أفراد إفريقيا طبعا هذه القارة، بأن هذا الفرد إن حتى تغيرت أخلاقه فبسبب الاستعمار، أي أن منذ وضع الاستعمار قدمه على هذه الأرض غير كل شيء فيها، ومن بين هذه الأشياء التي تغيرت الفرد. طبعا الفرد أيضا هناك رواية Half of Yellow Sun، هذه نصف شمس صفراء. هذه الرواية لأديشي طبعا، وهي رواية نيجيرية، أخذت جائزة أورانج للرواية في 2007. تناولت مواضيع مهمة، قلنا من أهم المواضيع التي كانت أو القضايا المهمة للأدب الإفريقي الحروب الأهلية. تناولت الحرب الأهلية في نيجيريا، بيافرا طبعا، وتأثيرها على الهوية والعلاقات. أيضا الفتاة في الشجرة تناولها أما أتا آيدو طبعا، وهو غني. أيضا هذه The Girl Who Can طبعا،
The Girl Who Can. هذه الرواية التي سلطت الضوء على قضايا المرأة والهوية الثقافية في إفريقيا. طبعا من أهم القضايا كما قلت وأقول التي أرقت المبدع الإفريقي كانت الهوية identity language. أيضا مواضيع الحروب، مواضيع الإنسانية. كل هذه الأشياء جعلت الإنسان الإفريقي يغرق أحيانا في الكتابة السوداوية لأنه يريد لا يجد الخلاص، فكتب أيضا عن الهجرة. ربما وجد بأن العالم الآخر هو الجنة، هو النعيم، هو الذي يستطيع الهروب من خلاله. هناك أيضا أعمال إفريقية، لن نقول أن كل الأعمال الإفريقية كانت جيدة، هناك بعض الأعمال طبعا الإفريقية التي لم تسجل حضورها في الساحة العالمية ولا المحلية. لما؟ لأنها كانت أعمالا خطت بعجالة، لم تحمل في لم تحمل قضايا جوهرية. لذلك كان العمل ماذا ينجح في شهر مثلا، ثم تطفأ شمعة هذا العمل ولا نسمع به. وكما يقول مثل الإنجليزي easy come easy go، ما يأتي بسهولة طبعا يذهب بسهولة. وما سبب كما قلت موت هذه الأعمال، وكما كانت رائجة بشهر توفيت في نفس الشهر، هي كتابتها مثلا باللغة الفرنسية أو الإنجليزية في بلدان إفريقية، ونجدها لم تترجم حتى للغات المحلية، لغة تلك البلدان، ماذا جعلها محدودة الانتشار. وأحيانا نجدها ماذا لتأثر الكاتب بالآخر الغربي جعل أفكاره معقدة فلم تصل إلى هذا الجمهور. ونحن نعلم أن الجمهور الإفريقي كان ماذا لوقت طويل 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 عانى من بطالة فكرية بسبب هذا الاستعمار. مثلا بعض الكتاب الجدد في دولة الكاميرون مثل توغو أعماله ولم تلقى انتشار واسع أبدا. غوجي واتيو نورغو كلهم أعمالهم لم تلقى انتشارا حتى ماذا محليا بسبب اللغة، عكس مثلا شينوا أتشيبي كما قلت كانت ماذا أعمله لأنه كان ناقد وكان كاتب وكان شاعر وأكاديمي، أعماله تدرس الآن عالميا. أما مثلا المسرح والسينما من أسباب عدم نجاحها طبعا هي محاولة تقليد الفن الغربي دون مراعاة السياق الثقافي والمحلي. لذلك فشلت جماهيريا لأن الجمهور يجد بأن العمل لا يتوافق مع واقعه. أيضا بسبب ضعف الإخراج، ضعف التمثيل، معروف الاقتصاد الإفريقي حالته، إذن كانت ميزانياتها منخفضة جدا أثرت على جودة الأعمال. أحيانا نجد أن القصص مكررة لم تلقى صدى لدى الجمهور، خصوصا بعض الأفلام لدى نوليود كان إنتاجها سريعا جدا. وأنا قلت أن المثل الإنجليزي الذي يقول easy come easy go، ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة، عكس العمل الجيد. فكانت هذه الأعمال مثلا تنقد بسبب ضعف السيناريو، سوء الإضاءة، المونتاج وغيرها، لأنها أعمال كما قلت فشلت في مهدها. أيضا هناك مهرجانات فنية أيضا لم تنجح في بعض الدول وألغيت بسبب ضعف التمويل، ضعف الإقبال، أيضا ضعف التمويل وضعف الإقبال، بسبب ماذا؟ بسبب سوء التنظيم أيضا. وأيضا لأن هناك حروب أهلية لا تزال في بعض الدول الإفريقية. نطرح السؤال الذي أكيد أرق الكتاب والنقاد
وحتى المتلقي الإفريقي، الأدب الإفريقي إلى أين، ما هي حلوله طبعا. What is African literature heading and what are its solutions? What is the future of African literature and what are the possible solutions to its challenges طبعا. The future of African literature challenges and solutions. Maybe ربما ستكون هناك حلول. Maybe yes, maybe no, I don't know. في الأخير أقول بأن الأدب الإفريقي لن يتطور ولن يكون بالمستوى الجيد ما دام كتابه لم يطوروا من أنفسهم، لم يخرجوا من القضايا الكلاسيكية التي أرقتهم لوقت طويل. وجب عليهم أن يهتموا بهموم الشارع المعاصر اليوم عكس ماذا السابق، خصوصا بأن معظم الدول الإفريقية اليوم تتمتع باستقلالها، أعادت ماذا روحها لشارعها. وجب أن ننتج أدبا إفريقيا خاصا بهذه الشعوب وموجه لهذه الشعوب حتى نستطيع ماذا منافسة الآخر، وأيضا يطبع العمل بالعمل الإنجليزي. ووجب أن نتخلص من تسمية الأدب الزنجي لأن فيه نوعا من التمييز العنصري. وفي الأخير أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.